اكبر غلطه بتعملها انت و80% من الاكاديميات انك بتروح للناس اللي عايزه تتعلم القران واللغه العربيه دلوقتي، اللي نسبتها 3% بس من جمهورك، لكن بتسيب الشريحه الاكبر اللي جاهزه تقتنع، واللي بالمناسبه نسبتها 37% من حجم جمهورك. وده اكبر غلطه وكارثه حقيقيه، لانك مهما تصرف مش هتلاقي النتيجه المرضيه اللي تخليك تكمل في الاستثمار في اكاديميتك، وهتحس بالاحباط لانك فاكر ان مفيش حل لمشكلتك ومش لاقي حد متخصص يفيدك. من 3 شهور جت لنا اكاديميه بتشتكي ان مفيش تسجيلات في اخر فتره، رغم انهم مطبقين نفس الحاجات اللي كانوا بيطبقوها وشغالين عليها من سنين. ولما غيروا شريحه الجمهور اللي كانوا بيستهدفوها وطبقوا اللي اخدوه في الكورس معانا وبداوا يشتغلوا على الناس اللي محتاجه معلومات علشان تقتنع وتسجل معاهم، فجاه التحويل ضرب في 7. طيب ليه ما يستمروش على الطريقه القديمه؟ وليه الطريقه القديمه ما بقتش تجيب معاهم نتائج زي قبل كده؟ لان التسويق في تطور مستمر، واللي نفع من سنه ما ينفعش دلوقتي. وشريحه البروبلم اور هي الكنز المدفون اللي محدش يعرف مكانه الا اللي فاهم التسويق صح، لان الشريحه دي هي ناس عندها قلم بس محتاجه حد يوعيها ويفهمها ويقنعها وبعدين يبيع ليها. علشان كده ضفنا للكورس الاساسي بتاعنا ميني كورس هتخرج منه قادر انك تفرق بين مرحله الاويرنس والكونسيدريشن، تبني محتوى يبيع من غير بيع مباشر، تربط الهوك بجسم المحتوى والحل، وهتعرف اسرار الاستهداف التفصيلي وكمان كتابه المحتوى. لو مهتم تضاعف مبيعات اكاديميتك دوس على الرابط اسفل الفيديو هتلاقي كل التفاصيل.